1592. تاريخ مميز جدا بالنسبة للصين، لأنه التاريخ اللي اتنشر فيه لأول مرة أشهر الأعمال الأدبية في تاريخ الصين كلها. مش فن الحرب، لا، العمل الأدبي ده هو رحلة مليانة وحوش وسحر وشياطين ومعارك وحكايات وقصص وعبر كتير جدا. رحلة كتبها وو تشينغ، وهي رحلة التريبيتاكا الراهب تانغ سانزانغ في تجميع السوترا المقدسة من الهند ومع تلاميذه وحراسه الشخصيين. أيوة، الرحلة دي هي رحلة إلى الغرب. Demons fall and gods are test. Scrolls of light in mortal chest. Journey of vow, journey of flame. Journey to the west. Journey to the west. الواحد عنده طاقة وحماس لإنتاج الكونتنت في الفترة الأخيرة مش طبيعية. سلسلة في 60 ثانية، ورجعنا تاني لفيديوهات الميثولوجيا، وفي سلسلة جديدة كمان هتنزل قريب، أو مش جديدة قوي يعني، احنا عملنا منها فيديو واحد بس وهرجعها تاني. فالفترة الأخيرة يعني أنا في قمة عطاء اليوتيوبي. المهم، رحلة إلى الغرب طويلة جدا زي ما قلت لك، 100 شابتر كاملين، وان نحكيها كلها بكل تفاصيلها ده استحاله. لو عملت كده الفيديو ده ممكن يوصل ل 15 ساعه مثلا. فاحنا هنعدي على احداث كل شابتر منهم بشكل سريع، وهتلاقي رقم جنبي هنا او هنا، مش عارف يعني هحطه فين. هيبدا من 0 اللي هو فتره ما احنا بنتكلم دلوقتي لغايه 100، وهي عدد شباتر القصه. وانا كده خلصت كل التفاصيل والمقدمات اللي ممكن اقولها قبل ما ندخل في الاحداث على طول. فيلا بينا نبدا. قصتنا بتبدأ على جبل الزهور والفواكه. على قمة الجبل ده كان في صخرة أو بيضة حجرية يعني، ويعدي الوقت وتنفجر البيضة دي وتعلن عن ميلاد قرد. بس مش قرد عادي، لا خالص، قرد بيعلن نفسه من لحظة ولادته إنه هيبقى خصم عنيد جدا للسماء، لأن من لحظة ميلاده طلع شعاع ليزر قوي جدا من عينه. الشعاع ده اخترق السماء ووصل لقصر إمبراطور اليشم الحاكم الأعلى. المهم، القرد ده بينزل الأرض ويصادق القرود التانيين، ومع مرور الوقت بياخد لقب ملك القرود. وفي يوم من الايام بيعرف القرد ده ان مصيره ومصير كل القرود التانيين دول هو الموت، وفكرة الموت ما كانتش عاجباه، وصمم انه لازما يلاقي طريقة عشان يتخلص منه. فساب بيته والقرود صحابه وقرر انه يدور على شخص حكيم وقوي يقدر يعلمه سر الخلود. وبعد 10 سنين من البحث قدر انه يوصل لكهف جبلي. كان في الكهف ده حكيم اسمه بوتي دوشي. ونعدي حته الاسماء دي لان انا متاكد بنسبه 99% ان انا الاسماء دي كلها هقولها غلط ما عدا اسمين، لان دول انا متاكد منهم، تانغ سانزانغ وده هيجي معانا قدام، وصن وكونغ. انما باقي الاسامي انا متاكد ان انا هقولها غلط عشان نبقى على نور يعني. المهم، بيقرر الحكيم ده انه ياخد القرد كتلميذ ليه ويديله اسم كمان، والاسم ده هو الاسم اللي هيبقى معروف لينا كلنا بعد كده، واللي هو صن وكونغ. وفي يوم من الايام وخلال واحده من الحصص التدريبيه المزعجه جدا بالنسبه لصن وكونغ، بيقرر الحكيم ده انه يضرب صن وكونغ على دماغه بالعصايه 3 مرات. وصن وكونغ بسبب ذكائه الشديد جدا قدر يعرف انها شفره سريه، وراح بعدها وزار الحكيم ده بالليل. الحكيم كان مبسوط جدا من ذكاء صن وكونغ ووافق انه يديله وصفه الخلود. ومش كده وبس، لا، ده علمه مجموعه من القدرات السحريه زي التحولات ال 72 المبكره والسحابه اللي بيتحرك بيها واللي اسمها جين دو يون. وفي يوم من الايام كان صن وكونغ بيستعرض قدراته السحريه الجديده قدام زمايله، وشافوا الحكيم بوتي دوشي، فقرر انه يطرده بسبب غروره الشديد جدا. ورجع بعدها صن وكونغ لجبل الزهور والفواكه عشان لما يوصل هناك يكتشف ان في وحش اسمه هونشي موانغ. الوحش ده ماسك صحاب القرود وهينهم، وهنا بيستعرض صن وكونغ مهاراته الجديده وبيهزم الوحش ده ويهزمه بسهوله كمان. ومن هنا تبدا مرحله جديده في حياه صن وكونغ، مرحله العبث والفساد.
يروح للممالك القريبه منه ويسرق منهم اسلحه عشان يستخدمها لقرود صحابه، وينظم القرود دول كمان ويشرف على تدريبهم علشان يكونوا جيش. ويقول لك بعدها اشمعنى اصحاب القرود معاهم اسلحه؟ ما انا لازم يبقى معايا سلاح انا كمان، ومش سلاح عادي، لا ده سلاح قوي جدا. فراح لملك تنانين بحر الشرق وياخد منه العصايه الاسطوريه الايقونيه الخاصه بصن ووكونج واللي هي روي جينجو بانج. وصن ووكونج عشان يختبر العصايه دي ويختبر قوتها يقرر انه ينزل للعالم السفلي ويعيش فيه فسادا حرفيا. سرق كنوز كتير جدا من العالم السفلي، ولما عرف ان سجل الحياه والموت موجود هو كمان في العالم السفلي، والسجل ده هو اللي بيكتب فيه اسماء الاشخاص اللي هتموت وميعاد موتهم، قرر انه يروح ويشطب اسمه واسامي القرود صحابه من السجل ده. وفعليا افعال صن ووكونج كانت زياده عن اللزوم، وده اللي خلى ملوك التنانين وامراء وملوك الجحيم يروحوا يشتكوا لامبراطور اليشم. فبيقرر امبراطور اليشم هو والحاشيه بتاعته انهم يدعوه انه يعيش معاهم في السماء. عارف انت اللي هو مبدا خليه نشوف له اي وظيفه هنا وما يعملش حاجه تحت، والناس اللي تحت تتقي شره وهو معانا مش هيقدر يعمل حاجه. غلابه والله. صن ووكونج صعد للسماء ويتفاجئ هناك ان مهمته هي انه يبقى حارس للخيول، رتبه متدنيه بشكل مهين جدا، وشخص فخور ومغرور زي صن ووكونج استحاله انه يقبل او يعجب برتبه زي دي. فيقرر انه يسيب السماء وينزل تاني لجبل الزهور والفواكه ويعلن نفسه بلقب جديد وهو الحكيم مساوي السماوات. طبعا الكلام ده ما ينفعش يعدي بالساهل عند سكان السماء، الراجل ده فعليا بيعلن التحدي قصادنا. فبيقرروا انهم يبعتوا جيش سماوي بقياده الملك السماوي تيان وانغ. بعتوا الجيش ده عشان يعتقل صن ووكونج، بس قدر صن ووكونج انه يهزم عدد كبير جدا منهم بما فيهم جولينغ تشين والامير نيزها. فالجماعه بتوع السماء قالوا لك هو شكله كده مش هيجي بالقوه، احنا نجيبه بالحب وباللين احسن. فبعتوا له دعوه تاني، بس المره دي مش كصن ووكونج حارس الخيول، لا المرة دي كالحكيم مساوي السماوات، فيما معناه يعني وظيفة أكبر رتبة أكبر. وفعلا بيتعين صن ووكونج كحارس لحديقة الخوخ أو خوخ الخلود. وطبعا بطبيعه صن ووكونج وطمعه الكبير جدا في الخلود، فهو ادى لنفسه الاذن ان يعتبر الحديقه دي كلها ملكه وكل كل الخوخ اللي في الحديقه. وبعدها عرف ان في وليمه او حفله كبيره جدا هتحصل وما تمش دعوته ليها. طبعا شخص كصن ووكونج اتضايق جدا فقرر انه يبوظ لهم الحفله، دخل في المستخبي كل كل حاجه في الحفله، فواكه خلود، نبيذ، اكسيرات خلود، اي حاجه تعدي قدامه كان بيبلعها. وبعدها ابتدى يحس ان اللي هو عمله ده غلط فسابهم ورجع لفين بالظبط؟ انت اللي انت قلته ده صح، جبل الزهور والفواكه. على الناحيه التانيه بقى امبراطور اليشم عرف بكل حاجه عملها صن ووكونج، فقال لك لا بقى احنا سكتنا له، دخل بحماره حرفيا يعني. راح باعت له جيش مكون من 100,000 جندي سماوي. تتوقع بقى النتيجه كانت ايه بالظبط؟ صن ووكونج هزمهم برضه واجبرهم انهم ينسحبوا كمان. وعلى الناحيه الثانيه كان امبراطور اليشم بيتناقش مع اعوانه، فجوانين قالت له انه يبعت ايرلينغ شين اقوى جنرالات السماء. قالت له فعليا هو الشخص الوحيد اللي قادر على اعتقال صن ووكونج. وفعلا بيروح ايرلينغ شين وتبدا معركه ضخمه جدا بينه وبين صن ووكونج، معركه استمرت لعده ايام اثبتوا فيها الاثنين انهم ند صعب جدا. وفي قلب المعركه دي بيتدخل طاوي سماوي اسمه تاي شانغ لاو جون تقريبا. انا زي ما قلت لك يعني انا 3/4 الاسامي 99% هيتقالوا غلط عشان نبقى على نور يعني. المهم بيتدخل الطاوي ده ويرمي تعويذه، التعويذه دي اصابت راس صن ووكونج، وفي النهايه اتهزم صن ووكونج وتم القبض عليه. وعشان تعرف قد ايه رحله الى الغرب هي ملحمه ضخمه جدا، فكل المعارك اللي انا حكيتها دي كلها عايزك تبص على الرقم اللي انا قلت لك تحت ده، احنا لسه في الشابتر السادس. كل المعارك دي احنا لسه في الشابتر السادس من 100 شابتر. 3 معارك ضد الجيش السماوي، معركة ضد الشياطين، معركة ضد الوحش الشيطاني اللي كان بيرعب القرود صحابه، وتعليمه على ايد الراهب. الاحداث دي كلها في 6 شباتر. رحلة الى الغرب دي لو وقعت في ايد محمد سامي ممكن يعمل في كل شابتر منهم مسلسلين 3. طيب زي ما انت دلوقتي بتقول الفيديو بدأ بدقن ودلوقتي من غير دقن، وكان قايل ان الفيديوهين بيتصوروا في نفس الوقت، فللاسف يعني انشغلت في مونتاج فيديو لوكاسينا، وده اللي خلى ان الجزء ده يعني اللي فات ده اتصور وقت تصوير لوكاسينا، ده بعدها بكذا يوم بعد ما فيديو لوكاسينا خلص. فما تستغربش ان انا في اول الفيديو بدقن وفي نصه بدقن، ده بعدها بكذا يوم. بس لعل التأخير ده كان خير. هتقول لي ليه؟ لان رسميا عودة عازف البقسماط الاول. والله كنت بعاني في الفيديوهات طالما مفيش بقسماط. من بعد العيد الافران كلها ما بتعملش غير البقسماط العادي، مفيش تقدير لمحبين البقسماط المملح امثالي. اتقبض على صن ووكونج واتحكم عليه بالاعدام بسبب افعاله الكتير جدا، بس كل محاولاتهم لاعدام صن ووكونج
باءت بالفشل، وده طبعا بسبب طبيعة خلوده. فقرروا انهم يدخلوه في فرن لاوتسي عشان يتحرق هناك ويتحول للرماد. بس طبعا لو انت فاكر من فيديو مقدار قوة صن ووكونج، فهو قدر انه يلاقي لنفسه مكان هناك ما فيهوش نار، وفضل مستخبي فيه لحد ما فتحوا باب الفرن. واول ما فتحوا الباب من هنا خرج لهم صن ووكونج وحول حياتهم جميعا لدمار وقتل وابادة في اي حد يقابله، لحد ما وصل لقصر امبراطور اليشم. وهنا بيظهر مين يا معلم؟ بوذا ده بقى الكبير ما فوق الكبير نفسه، يعني امبراطور اليشم كبيره هو بوذا. المهم بوذا دخل عشان يسوي الموقف ما بينهم، وقال لصن ووكونج انا عندي ليك تحدي، لو عديت التحدي ده انت اللي هتحكم السما كلها. والتحدي ده كان عباره عن ان صن ووكونج ينط من فوق ايد بوذا، وطبعا صن ووكونج قبل التحدي وفعل فعلته الشهيره والمفضله ليا، وهي انه طرطر على ايد بوذا قبل ما ينط. بس للاسف صن ووكونج فشل في التحدي ده، وهنا بوذا خد صن ووكونج وحبسه تحت جبل العناصر الخمسة، وعمل ختم سحري على الجبل ده عشان يفضل صن ووكونج محاصر في الجبل وبيقضي عقوبة سجنه بسبب المشاكل اللي هو عملها. بنعمل تايم سكيب بعد الحدث ده ب 500 سنة قدام. بوذا بيأمر جوانين انها تروح لامبراطورية سلالة تانج في الصين وتدور على شخص مناسب يقدر انه يقوم برحلة حج ويجمع السوترا من جبل الروح. طيب ايه هي السوترا دي بقى يا معلم؟ بص يا معلم، السوترا دي تقدر تقول عليها كده انها حكمة او مجموعة من الحكم او دلائل او نص ليه قوة او مغزى قوي. وبمنتهى البساطة كده السوترا دي تقدر تقول عليها كتب مقدسة او كتب دينية مهمة او كتب تنويرية. وحابب انوه مقدما ان انا كفارس غير مؤمن نهائيا باي كلمه من الكلام ده كله، احنا بنحكي القصه هنا بغرض معرفه القصه والتسليه بس مش اكتر. وانا شخصيا كشخص بتعامل مع قصص الميثولوجيا دي على انها اشبه بالكوميكس او قصص مارفل او قصص فانتازيا من الاخر، يعني لا اكتر ولا اقل من كده. تمام يا معلم؟ يلا بينا بقى نكمل القصة. وجوانين في طريقها لأرض الشرق قابلت شيطان رملي ووحش خنزير وتنين أبيض وقرد مسجون. كل الأشخاص دول كانوا من سكان السماء بس اتنفوا بسبب المشاكل بتاعتهم. جوانين أمرتهم كلهم بانتظار الشخص اللي هيقوم برحلة الحج دي ويحموه في الرحلة بتاعته عشان يكفروا عن الجرائم بتاعتهم. وعلى ناحية تانية خالص كان في شخص اسمه تشين جوان جروي. الشخص ده كان متجوز واحدة اسمها يين وين جياو ومراته كانت حامل، وفي رحلة قارب هو ومراته بيتعرضوا لهجوم وبيتقتل تشين على ايد شخص اسمه لي يو هونج وبيخطف مراته ويتخذها كزوجة ليه. وفيما بعد السيدة دي انجبت ابنها من جوزها تشين اللي مات، وبسبب خوفها على ابنها من ان لي يو هونج يقتله قررت انها تحطه في سلة ورمته في النهر. ومع السلة دي حطت ورقة فيها قصتها وكل اللي حصل لها. واللي بيلاقي الطفل ده كهنة معبد بوذي بياخدوا الطفل ويربوه كراهب ويطلقوا عليه اسم شوان زانج. ولما كبر الطفل ده قالوا له عن مصير اهله وايه اللي حصل لهم، فقرر انه ينتقم وفي النهاية بياخد انتقامه وبعدها يرجع كراهب تاني وحقق انجازات كتيرة جدا ومساعدات كتير للناس. ولما وصلت جوانين هي وتلميذتها هواي آن للمكان كانوا متنقرين في زي رهبان وبيبيعوا ملابس وعصيان للرهبة. وجالهم شوان زانج وعرض عليهم انه يشتري منهم، ولكن جوانين اديتهم له ببلاش وقالت له ان في مجموعة من السوترا في جبل الروح. فين بقى جبل الروح ده؟ بالظبط في الغرب، رحلة إلى الغرب. وفعلا شوان زانج اتطوع انه يقوم بالرحلة دي، وبسبب شجاعته وعزيمته الكبيرة جدا اقسم الامبراطور قسم الأخوة مع الراهب ده وخد اسم ولقب جداد تريبيتاكا تانج او تانج سان زانج. ومن هنا بيبدأ الراهب تانج سان زانج رحلته. Journey to the west. Journey to the west. بدأ الراهب تانج رحلته والامبراطور كان باعت معاه ناس تساعده في الرحله دي، ولكن في اول محطه ليهم يقعوا في فخ عملوا ليهم 3 شياطين، والناس اللي كانوا معاه اتطبخوا طبخه حلوه واتاكلوا. وتانج سان زانج اتساب للاخر اللي هو دخل ليه للوجبه اللي بعد كده. بس بتيجي فينوس وتنقذ الراهب وتقول له ما تقلقش، دي محنه من المحن الكتير اللي انت هتقابلهم في الرحله بتاعتك، وما تخافش من المخاطر اللي هتواجهك. قدام هيبقى عندك تلاميذ اقوياء جدا وهيقدروا انهم يحموك
طول رحلتك. المهم بيكمل الراهب رحلته عشان بعدها يقابل قط جبلي كبير جدا بينقذه من القط ده صياد اسمه ليو بوكن، والصياد ده دعاه انه يبات في بيته. وبعدها الصياد خد الراهب لجبل العناصر الخمسة اللي كان فيه مين يا معلم؟ بالظبط صن ووكونج. صن ووكونج بدأ يشرح له اللي قالت له عليه جوانين وانه هيساعده في رحلته. وفعلا الراهب تانج سانزانج حرر صن ووكونج وبدأوا الرحلة سوا. وفي طريقهم قابلوا مجموعة من قطاع الطرق. في الطبيعي كان الراهب هيفضل عدم استخدام العنف ويحاول انه يتحاور مع قطاع الطرق دول، بس المرة دي هو معاه صن ووكونج اللي فعليا اباد مجموعة قطاع الطرق دول. وطبعا الموضوع ده ما عجبش الراهب تانج سانزانج. يا مجنون يا ابن المجنونة، مش كده، بالعقل شوية. المهم ان صن ووكونج كان فعليا خارج عن سيطرة الراهب، ما كانش قادر انه يسيطر عليه. وهنا بتتدخل جوانين وتدي للراهب تانج عصبة راس ذهبية وعلمته تعويذة بحيث ان عصبة الراس دي تتسبب للي لابسها بألم شديد جدا. والراهب قدر انه يخدع صن ووكونج ويلبسه العصبة دي. وهنا صن ووكونج بقى خاضع للراهب تانج بسبب الألم الشديد جدا، وبعدها اعتبره كمعلم ليه. وبيكملوا رحلتهم لحد ما يطلع لهم تنين، والتنين ده بيبلع الحصان بتاع الراهب تانج ويهرب. وطبعا صن ووكونج يجري ورا التنين ده وتبدا معركه شرسه بينهم، بس بيقدر التنين ده انه يهرب تاني. وهنا بتظهر جوانين الشيت كود بتاع القصه دي. كل ما يحصل حاجه تعطل الراهب تيجي هي وتنقذه. ما كنت تكمل الرحله معاهم احسن. المهم يعني تيجي وتحول التنين ده لحصان ابيض وتقول لهم رحلتكم الطويله دي مش محتاجه حصان عادي، محتاجه حصان بقوه تنين. وتهدي لصن ووكونج 3 شعارات سحريه قويه جدا عشان تنقذه في المواقف الخطيره في المستقبل. وبعدها بيكملوا رحلتهم لحد ما يوصلوا لمعبد خاص بجوانين نفسها. بس الرهبان والكهنه بتوع المعبد ده ما كانوش احسن حاجه يعني. كانت المعبد يقول للراهب اذا كان معاه كنوز او حاجه يديها لهم عشان يتمنوها له. وهنا صن ووكونج بيعرض عليهم الرداء بتاع الراهب، الرداء اللي كان واخده من مين؟ جوانين. كانت المعبد اول ما يشوفوا الرداء ده تبدا عينيهم تلعب ويقرروا انهم يسرقوه. ازاي هيعملوا كده؟ بمنتهى البساطة هيولعوا في الأوضة اللي نايم فيها الراهب تانج سانزانج وصن ووكونج ويقتلوهم. بس بيقدر صن ووكونج إنه يحمي الراهب وبعدها يحول النار دي للمعبد نفسه عشان يحرق المعبد بالرهبان اللي فيه. من بعيد خالص بقى كان في شيطان على شكل دب لونه أسود. الشيطان ده جذبته النار وكان رايح على هدف إنه يطفي النار دي. بس لما بيوصل هناك بيشوف الرداء بتاع الراهب تانج سانزانج ويقرر إنه يسرقه هو. وتبدأ عملية البحث عن الشيطان لحد ما يلاقوه. وكالعادة تبدأ معركة بين صن ووكونج والشيطان ده واللي كان اسمه أو لقبه يعني وحش الرياح السوداء. وفي وسط المعارك دي كان كل شوية بيهرب من صن ووكونج لحد ما كالعادة يعني تتدخل الشيت كود بتاعت القصة اللي بتحول نفسها لواحد من أصدقاء الشيطان. وصن ووكونج بيحول نفسه لإكسير وبيضحكوا على الشيطان ويخلوه يشرب الإكسير ده. وهنا صن ووكونج كان جوه معدة الشيطان وفضل بقى يلطش فيه من جوه لحد ما في النهاية يستسلم ويرجعوا الرداء تاني. ويكمل الراهب وصن ووكونج رحلتهم لحد ما يوصلوا لقرية اسمها قرية جاو القديمة. وهناك بيقابلوا شخص كان بيدور على حد يتطوع في عملية إخضاع شيطان، وصن ووكونج بيتطوع هو. ويبدأ الشخص ده يشرح لهم ان الشيطان ده كان نسيبهم اصلا وكان شخص كويس جدا ومجتهد، بس في يوم من الايام كشف لهم عن شكله الحقيقي وانه وحش على شكل خنزير. وبعدها خطف بنته وحبسها. بيقدر صن ووكونج انه يقتحم المكان اللي محبوسه فيه البنت دي ويحررها، وبعدها هو يتنكر في شكل البنت دي عشان يقدر يخدع الوحش. ولما يجي الوحش يكشف صن ووكونج عن نفسه بشكله الحقيقي، الامر اللي يخلي الشخص ابو وش خنزير ده يخاف ويهرب. ويفضل صن ووكونج يطارده لحد ما يوصل لكهف جبلي. هناك كان الوحش مخبي سلاح المعارك بتاعه وتبدأ معركة بينهم استمرت طول الليل لحد ما في النهاية الخنزير ده يستسلم لما سمع صن ووكونج بيتكلم عن الراهب تانج سانزانج ورحلة البحث عن السوترا بتاعته. وقتها يقول لهم ان جوانين جات له وقالت له انه يستنى الراهب هنا ويبقى تلميذ ليه ويساعده في رحلته. وبيقبل فعلا الراهب تانج سانزانج الخنزير ده كتلميذ ليه ويسميه باسم جديد واللي البعض منكم ممكن يكون عارفه واللي هو شو باجي. From the mud he rose, glutton of the cursed nose. Lust and hunger are his foes. Baji the brute, Baji the bold. Shoo-Baji.
ويكملوا رحلتهم لحد ما يقابلوا معلم بوذية، والمعلم ده يدي لتانج سانزانج سوترا القلب. وفي ظل تكملهم لطريقهم بيقع سون وكونج وتشو باجي في خدعة عن طريق نم، والخدعة دي في النهاية ادت لاختطاف الراهب تانج. والمهم يعني عشان الحدث ده مش مهم قوي، قدروا في النهاية انهم يحرروا الراهب ويوصلوا لمكان اسمه نهر الرمال المتدفقة، وهناك بيقابلوا شيطان رملي. وكالعادة يعني معركة حلوة بينهم لحد ما تتدخل مين؟ لا مش جوانين المرة دي، لا التلميذة بتاعتها، وتقول له يا عم الشيطان الرملي الراجل اللي قدامك ده هو اللي المفروض ان انت تبقى تلميذه وتساعده في رحلته. وكالعادة قبلوا تانج سانزانج واداله اسمه واللي هو تشا وو جينج. From the river's grief, silent in his pain, chains of past remain, Wu-Jing the deep, Wu-Jing the still, Sha Wu-Jing, Sha Wu-Jing, Sha Wu-Jing. وهنا الفريق اكتمل 5 افراد: الراهب تانج وصن وكونج وتشو باجي وشا وو جينج والحصان اللي هو كان تنين، عشان يبدأوا رحلتهم من هنا. وفي وسط تكملهم للرحلة تظهر لهم مين؟ ايوه بالظبط، انت راجل محترم ومركز معايا، الشيت كود جوانين. بس المرة دي مش مساعدة، لا خالص، المرة دي اختبار ليهم ولصلاحهم. قررت تتحول هي وكذا واحدة تانية لمجموعة من النساء، ولما وصلوا ليهم عرضت عليهم انهم يتجوزوا من بناتها ال3، ولو اتجوزوهم كل املاك العيلة هتبقى بتاعتهم. طبعا تانج سانزانج رفض الكلام ده كله ومشيوا من عندهم. بس بعد كده بيرجع تشو باجي ويطلب منها انها تجوزه واحدة من بناتها، وطبعا دي في البوذية خطيئة وان شهوته اتحكمت فيه، فقررت تعاقبه وتعلقوا على شجرة ويفضل متذنب كده اليوم كله لحد ما يخلص اليوم ويرجعوا يكملوا رحلتهم تاني. وبيوصلوا لدير اسمه دير القرى ال5، وهنا بيطلع لهم 2 شباب طاويين كانوا هما المسؤولين عن الدير في غياب الراهب بتاعهم، ويقدموا لهم ثمرتين من الجنسم. الفاكهة دي كانت على شكل اطفال صغيرين، وقالوا لهم ان الفاكهة دي بتمنح الخلود للشخص اللي ياكلها، وبسبب مظهرها ده بيرفض الراهب تانج انه ياكلها. بس طبعا شو باجي وصن وكونج ما يحبوش انهم يفوتوا فرصة زي دي، فبيتسللوا للحديقة بتاعت الدير ويسرقوا 3 من الجنسنج ده وياخدها هو وتشو باجي وشا وو جينج. وطبعا لما عرفوا الطاويين بتوع الدير اتضايقوا جدا، والموضوع ده ما عجبش صن وكونج. معلش يعني انتوا ازاي تدوا لنفسكم الحق انكم تتضايقوا ان احنا سرقنا الدير بتاعكم؟ مش اخلاق دي الصراحة، يخرب بيت البجاحة. اصبر بس لسه هيكمل. والصراحة بقى الشجرة بتاعتكم دي شكلها مش عاجبني، وانا قررت نيابة عن نفسي ونيابة عن كل اللي معايا ان ادمر لكم في الشجرة. وفعلا صن وكونج دمر لهم الشجرة، وبعدها يهربوا كلهم من الدير. ولما يعرف الراهب الكبير بتاع الدير ده واللي كان اسمه تشين يوان فضل يطاردهم لحد ما قدر انه يقبض عليهم، وبعد كده قيدهم وفضل يلطش فيهم. وهنا صن وكونج اعترف ان هو اللي عمل كده واتطوع انه يتضرب مكان زمايله، وعشان يهدي غضب الراهب ده قال له انه قادر يرجع الشجرة دي زي ما كانت تاني. الراهب وافق وقال له بس اخرك معايا 3 ايام، لو ما عرفتش ترجعها تاني ساعتها هتشوف مني وش زبالة، لا اتمنى ليك ولا لألد اعدائك. صن وكونج فضل يلف يمين وشمال، السماء والبحار، انه يلاقي حد بس قادر يساعده مش لاقي، لحد ما في النهاية يقرر انه يلجأ لمين بالظبط؟ الشيت كود. جوانين فضلت في الاول تهزق في صن وكونج على افعاله وكده، وبعدها رجعت الشجرة تاني واحتفلوا بإعادة الشجرة، والراهب عزمهم على وليمة من الجينسينج ده. وعلى الناحية التانية بقى كان في شيطانة اسمها تشي مو، سمعت إشاعة إن أكل لحم الراهب تانج سانزانج قادر على منح الخلود، فقررت إنها تتحول لشابة جميلة وتقرب منه. بس لو أنت فاكر كويس قوي من فيديو مقدار قوة صن وكونج، فصن وكونج عنده قدرة اسمها العيون الذهبية الملتهبة، قادرة تشوف أصل التحول. ومن أول نظرة صن وكونج عرف إن البنت الجميلة دي شيطانة، فقرر إنه يهاجمها لحد ما هربت. وتكرر الموضوع ده مرتين بعد كده، مرة اتحولت لامرأة كبيرة ومرة لعجوز، وفي المرة التالتة قتلها صن وكونج. بس الراهب تانج ما كانش يعرف انها شيطانة، وافتكر ان صن وكونج بيقتل ناس ابرياء، فقال له بص يا ابن الحلال انت مش بعيد عني، انت اخلاقك دون المستوى، ارجع مكان ما كنت احسن. ويرجع صن وكونج
تاني لجبل الزهور والفواكه، وكالعادة يعني بيلاقي القرود صحابه بيتم ممارسة البلطجة عليهم، فيقتلوا كام قطع طرق على كام صياد على كام شيطان. وعلى الناحية التانية كانت شو باجي مختفي بقاله فترة عنهم، فالراهب يبعت شاو جينج عشان يدور عليه، وفي خلال غياب تلاميذه يبدأ الراهب تانج انه يتجول في الغابة لحد ما يلاحظ معبد ذهبي لامع، فبيقرر انه يدخل المعبد ده، بس ما كانش يعرف ان المعبد ده فعليا وقر للشياطين، والشياطين تمسكه وتحتجزه هناك. ولما يعرف تشو باجي وتشاو جينج ان الراهب مخطوف فعليا يبدأوا معركة مع الشياطين دول. وفي الناحية التانية المكان اللي محتجز فيه الراهب يقابل سيدة هناك، وبيعرف منها انها كانت اميرة لمملكة اسمها باو شيانج جو، وخطفها الشيطان ده عشان تبقى زوجته. الاميرة دي عرضت على الراهب انها تحرره بمقابل انه يوصل رسالة لابوها الملك، وقدرت الاميرة دي فعلا انها تقنع الشيطان ده واللي كان اسمه شيطان الرداء الاصفر انه يسيب الراهب تانج يمشي. وراح الراهب هو وصحبته للمملكة ووصلوا الرسالة للملك، والملك طلب من تشو باجي وتشاو جينج انهم يحاربوا الشيطان ده ويحرروا بنته. وفي قلب المعركة تشو باجي حس بالتعب، فقرر انه يريح شوية على جنب، والكسل ده خلى الشياطين يأسروا شاو جينج. وبعدها شيطان الرداء الاصفر ده تجيله فكرة انه يدخل للمملكة متنكر، وقال للملك ان الراهب تانج سانزانج هو نمر متنكر، وهو اللي خطف الاميرة، وكمان هو الشيطان نفسه، ودلوقتي هو بيمثل انه راهب بيجمع الكتب المقدسة، واستخدم بعدها سحر وحول الراهب تانج لنمر فعلا. والملك ما كانش عنده الفطنة والذكاء الكافي انه يكشف الخدعة دي، وفعلا امر بحبس الراهب تانج. فاكرين بقى حصان التنين الابيض، الحصان الخاص بالراهب تانج؟ قرر انه يحول نفسه لخادمه وحاول يغتال الشيطان ده، بس فشل في النهايه واتصاب، وقدر يهرب في اللحظات الاخيره، وراح لتشو باجي وقعد يتوسل ليه انه يروح لجبل الزهور والفواكه ويطلب من سان ووكونج انه يرجع تاني عشان يقدروا ينقذوا الراهب. دلوقتي عرفتوا امتى يا كلاب؟ تشو باجي سافر لسان ووكونج، وعلشان يستفزه اكتر قال له ان الشيطان قال عليه انه اي كلام وما يقدرش يسد معاه في معركه، واقول لك حاجه كمان، قال عليك طيزك حمراء. سان ووكونج الكلام يستفزه جدا، ويوصل هناك ويستنى الشيطان قدام وقره لغايه ما يجي، واول ما يجي يبدا معاه معركه، وسان ووكونج فعليا يهينه في المعركه دي اهانه لدرجه ان الشيطان فلسع هرب. وبعدها سان ووكونج ياخد الاميره ويرجعها للمملكه، ويرجعوا الراهب تانج لشكله الحقيقي، والراهب يقبل سان ووكونج من تاني كتلميذ ليه. وكالعادة يكملوا رحلتهم لحد ما يوصلوا الجبل، والناس هناك يحذروهم ان الجبل ده فيه 2 من الشياطين اسمهم جين جياو ويين جياو، القرن الذهبي والقرن الفضي. المهم سان ووكونج يقول لتشو باجي انه يراقب الطريق قدامهم ويقول لهم لو كان في خطر، وبالظبط زي ما انت متوقع تشو باجي يقابل القرن الفضي ومعاه المعاونين بتوعه، واللي كانوا عدد اكبر بكتير من ان تشو باجي يقدر يتعامل معاهم لوحده، فقدروا انهم يقبضوا عليه. وبعدها يروح القرن الفضي ليهم وهو متنكر في هيئة طاوي مصاب. تانج سانزانج كان راجل غلبان وصعب عليه الطاوي ده، وطلب من سان ووكونج انه يشيله، وسان ووكونج كان عارف انه شيطان متنكر بس ما كانش عايز يغلط نفس غلطة الشيطانة اللي فاتت، فوافق. وبعدها الشيطان ده يستدعي 3 جبال عشان يسحق سان ووكونج تحتهم ويخطف تانج سانزانج وتشا ووجينج. سان ووكونج بيقدر انه يخرج من تحت الجبال دي ويحارب 2 من التابعين، ويقدر انه يسرق الادوات السحرية بتاعتهم. وعلى الناحية التانية كان القرن الذهبي والقرن الفضي بعتوا دعوة للست والدتهم عشان تيجي تاكل لحم التريبيتاكا الراهب تانج، لحمه اللي بيسبب الخلود. المهم يعني ما كانوش يعرفوا يا عيني ان ست والدتهم ماتت دلوقتي يا عيني. سان ووكونج سبقهم ليها وقتلها وسرق الاثار والكنوز بتاعتها، وبعدها يروح للكهف بتاعهم ويواجه القرن الفضي ويسرق الكنوز بتاعته هو كمان. واحد من الكنوز ده كان كنز اسمه القرع الاحمر. سان ووكونج بيستخدم الكنز ده ويحبس جواه القرن الفضي، وهنا بيتدخل القرن الذهبي اللي كان حزين على اخوه اللي اتحبس، واستخدم سلاح اسمه باتجياو شين. السلاح ده كان قادر يولد نار شديده جدا اجبرت سان ووكونج على التراجع، بس كالعاده يعني بعدها سان ووكونج يتسلل ويسرق السلاح ده زيه زي اللي قبله، وتبدا معركه جديده تنتهي لصالح سان ووكونج. وبعدها يوصل اللورد لاو اللي هو لاوزي بتاع الفرن لو انتوا فاكرينه يعني، وقال لهم ان الاثنين الشياطين دول تلاميذه، فرجعوهم تاني ورجعوا كل الكنوز والاثار اللي سان ووكونج خدها منهم. وبنكمل الرحله
الرحله تاني لحد ما نوصل لمعبد بوذي، وبيدخل الراهب تانج للمعبد وبيطلب منهم انهم يباتوا ليله واحده بس، ولكن الكهنه بتوع المعبد دول رفضوا، وطالما الذوق والادب ما بينفعوش معاكم فاحنا نحلها بالعنف. سون ووكونج يطلع روي جينجو بانج ويظهر لهم قوتها الكبيره جدا، وهنا الكهنه خافوا ووافقوا انهم يباتوا ووفروا لهم اكل كمان. وفي ظل المشقه دي كانت دي اللحظه اللي الراهب تانج بدا يحس ببعض الراحه، وفضل يقرا كتاب السوترا مع ضوء القمر الكامل. طيب الراهب تانج وهو نايم بيجيله حلم شخص بيدعي انه ملك مملكة ووجي جو. المملكة دي كانت قريبة من الدير اللي هم فيه، والشخص ده بيقول للراهب انه مات ظلم وان فيه طاوي شرير غرقه في بير، وبعدها انتحل شخصيته واستولى على المملكة، وادى للراهب لوح من اليشم الابيض كدليل على هويته الملكية. وتاني يوم الصبح الراهب بيحكي لتلاميذه عن الحلم اللي شافه، واكتشف انه حلم حقيقي 100% لانه لما صحي لقى لوح اليشم ده جنبه. وبعدها بيبدأ سون ووكونج انه يراقب ابن الملك الميت وهو بيصطاد في الغابة، وبعدها يتحول لأرنب ويستدرجه للدير، ولما بيجي بيحكوا له كل حاجة. بيرجع الأمير للقصر ويتكلم مع عمه عن التغيرات الكتير جدا في سلوك الملك لحد ما الست تتأكد انه فعلا مش هو الملك. وعلى الناحية التانية كان سون ووكونج وتشو باجي بيدخلوا للبير اللي فيه الملك ويقدروا يخرجوا الجثة منه، والراهب بعدها يقول لسون ووكونج ازاي هيقدر يحيي جثة الملك تاني. بياخد سون ووكونج الجثة ويروح للورد لاو اللي هو لاوتزي وبيديله اكسير يحيي الملك تاني، وبتبدا المواجهه بين الملك الحقيقي والملك النصاب. حاول الملك النصاب ده انه يهرب بس سون ووكونج بيمنعه، وبعدها يتحول الشخص ده لشكل الراهب تانج سانزان، والتحول ده كان متقن جدا لدرجه ان عيون سون ووكونج ما قدرتش تكشفه، وكانت الطريقه الوحيده عشان يكتشفوا مين فيهم الراهب الحقيقي هي التعويذه بتاعه عصبه الراس اللي بيقدر بيها الراهب انه يسيطر على سون ووكونج. وطبعا النصاب ما قدرش يقول التعويذه دي، وفي اللحظه اللي كان سون ووكونج على وشك قتله فيها بيجي شخص كده والله ما فاكر اسمه، ولو افتكرته مش هعرف انطقه اصلا، بس المهم يعني بيجي ويقول له ده اسد متنكر ومش عارف ايه كده، وياخده ويمشي عشان بعدها يكملوا الرحله تاني ويوصلوا جبل اسمه هاو شان، وهناك بيسمعوا صرخة استغاثة وبيمشوا ورا الصوت ده لحد ما يلاقوا طفل مربوط في شجرة. وسون ووكونج من النظرة الأولى بيعرف إن الطفل ده شيطان وبيعمل عليهم لعبة، فسون ووكونج ياخد الطفل ده ويشيله، ولما كان على وشك إنه يرميه من فوق الجبل بتخرج روح الشيطان وتخطف الراهب تانج. وبعدها سون ووكونج يعرف إن الطفل الشيطاني ده اسمه هونج هاير وهو ابن ملك شيطان الصور نيو موانج. مين بقى نيو موانج ده يا معلم؟ يبقى أخ بالقسم لسون ووكونج. اديني في البلوت تويست. المهم بيوصل سون ووكونج وتشو باجي للكهف بتاع الطفل ده ويقولوا له سلم لنا الراهب تانج، بس طبعا الطفل بيرفض. كلهم طمعانين في لحم تانج سانزانج، وكالعاده يبدا قتال بينهم. وهنا الطفل ده بيكشف عن قوته وانه قادر يستخدم نار السامادهي الحقيقيه، ودي نار ما بتطفيش بالميه العاديه نهائيا. بالمناسبه في تقنيه ظهرت في بوروتو مقتبسه منها بنفس الاسم برضه. المهم يعني هنا سون ووكونج بيطلب المساعده من التنانين المائيه، بس ما بتقدرش الميه بتاعتهم انها تطفي النار دي، وسون ووكونج فعليا اغمى عليه من الدخان واللهب بتاعها. وهنا تشو باجي بيطلب من سون ووكونج يروح يطلب المساعده. مين بقى بالظبط؟ الشيت كود جوانين. بس على الناحيه الثانيه بقى الطفل الشيطاني ده اصلا بيتحول لجوانين وبيخدع تشو باجي وياخده ويحبسه هو كمان. ولما راح سون ووكونج لجوانين قدرت انها تخدع الطفل الشيطاني ده والقت عليه مجموعه من التعاويذ سببت له الم شديد جدا واجبرته انه يستسلم ويبقى تابع ليها، ويكملوا شبابنا رحلتهم لحد ما يوصلوا لنهر المياه السوداء. وهنا بيظهر لهم شيطان تنين التمساح ويتظاهر بانه قارب هينقلهم عبر النهر، بس في نص الطريق يمسك الراهب وتشو باجي ويغطس بيهم في الميه وينزل لهم تشاو جين ويدخل قتال معاه، انتهى بالتعادل. بس بعدها سون ووكونج يوصل رساله من تنين التمساح ده لعمه ملك تنين البحر الغربي، كان بيدعوه فيها لوليمه. ايه هي الوليمه دي؟ لو انت مركز وفاهم هتعرف انه لحم الراهب تانج سانزانج. كلهم طبعا في لحمه اذا كانوا رجاله ولا ستات. ولو انت فاكر من فيديو مقدار قوه سون ووكونج فكل ملوك التنانين حبايب سون ووكونج، واول ما بعت له ملك التنانين ده بعت ابنه وقبضوا على ملك تنين التمساح ده وحرروا الراهب. وبعدها يوصلوا لمملكه اسمها كارتسلو
او تشيتشي جو، ايا كان يعني المسمى، هي القصه كلها مسمياتها غريبه اصلا. المهم يعني لما وصلوا هناك لاحظوا وجود مجموعه كبيره من الرهبان شغالين في اعمال شاقه، ولما راحوا يعرفوا ايه السبب قالوا لهم ان المملكه كانت بتعاني من جفاف شديد جدا، وجه 3 طاويين وقدروا انهم يجيبوا المطر. وبعدها الملك اعتنق الطاويه وعين الطاويين ال3 دول كمعلمين للدوله، والطاويين دول سجنوا الرهبان كلهم وبعد كده بقوا يستخدموهم في الاعمال الشاقه. وهنا الشله بتاعتنا قالوا لهم انهم هيساعدوهم، وتسلل صن ووكونج وصحبته للدير بتاع الطاويين ال3 دول، وغيروا شكلهم لشكل 3 كيانات، وبدأ ياكلوا كل الاكل والقرابين اللي كانت موجوده في الدير. ولما وصلوا الطاويين ال3 دول اعتقدوا انهم فعلا كيانات حقيقيه، وطلبوا منهم يدوهم ماء مقدس واكسير وحاجات كتير كده، وفعلا وافق صن ووكونج وشلته انهم يدوهم ماء مقدس. واظن يعني انت متوقع من شخص زي صن ووكونج ايه هو الماء المقدس اللي هيدوه لهم؟ ماء البول بتاع صن ووكونج. ولما الطاويين ال3 دول شربوه ضحك عليهم صن ووكونج هو وشلته وسابوهم وهربوا. وبعدها الطاويين بلغوا الملك عن صن ووكونج وشلته وعن اللي عملوه، وعشان يحلوا النزاع ده امر الملك بمسابقه بينهم، اللي يقدر يستدعي المطر يبقى هو الطرف اللي على حق. وفي وقت ما كان الطاويين بيعملوا الطقوس بتاعتهم عشان يقدروا يستدعوا المطر، سافر صن ووكونج للسماء وامر الكيان بتاعه الطقس انها تساعدهم وتنزل المطر ليهم هم، وده اللي حصل فعلا، وفاز صن ووكونج وشلته في المسابقه. والامر ده كان مرفوض تماما من الطاويين ال3، وفضلوا كل شويه يعملوا تحديات جديده ويخسروا، لحد ما التحديات دي وصلت لمستويات خطيره جدا زي قطع الرؤوس وبتر الاعضاء والاستحمام في زيت مغلي. وصن ووكونج كان معاهم في اي حاجه، اي تحدي انتوا عايزينه انا معاكم فيه، وقدر يفوز بكل التحديات دي. وفي النهايه مات الطاويين ال3 بسبب التحديات اللي هم عملوها واختاروها بنفسهم، عشان نكتشف بعد موتهم انهم 3 شياطين مش طاويين. ويعود الهدوء والرخاء والامن والامان للمملكه، وتكمل الشله رحلتهم لحد ما يوصلوا لنهر اسمه نهر تونج تيان او نهر السماء. نهر كبير جدا لدرجه انه لا يمكن عبوره ولا يمكن رؤيه الضفه الثانيه بتاعته. بيقرروا انهم يقفوا يقضوا يوم في قريه على ضفاف النهر، وهناك القرويين بيحكوا لهم عن الملك لينجان داوان، سيد شيطاني قوي جدا بيمد القريه بالرياح والامطار، بس بشرط انهم كل سنه يضحوا له بطفل وفتاه عذراء. الشله بتاعتنا بتعرض عليهم المساعده في التخلص من الشيطان ده، ويتحولوا لشكل طفل وفتاه ويدخلوا كقربان للمعبد الخاص بالشيطان. ولما يجي الملك الشيطاني ده للمعبد بيكشف صن ووكونج وتشو باجي عن نفسهم، وتبدا معركه بينهم لحد ما يهرب الملك الشيطاني ده. وبعدها يعرف من الاتباع بتوعه مين هو صن ووكونج ومين هو السيد بتاعه واللي هو الراهب تانج سانزانج، ويعرف ان اكل لحمه بيسبب الخلود، فبيبقى عايز ونفسه انه يبقى خالد. ونصب لهم فخ جمد النهر كله عن طريق قوته. ولما الشله بتاعتنا شافت النهر متجمد قرروا انهم يعدوا منه للناحيه الثانيه، بس كان تحت الجليد ده الشيطان واتباعه اللي بيكسروا الجليد، ويقع الراهب تانج وياخدوه ويحتجزوه، ويقدر صن ووكونج وتشو باجي وتشاو جينج انهم ينجوا. وبعد كده يدخل تشو باجي وتشاو جينج للنهر عشان يحاربوا الشيطان، وبعدها يستدرجوه للشاطئ اللي كان مستنيه فيه صن ووكونج. الشيطان من بعد اللي سمعوا عن صن ووكونج كان خايف من قوته وخايف انه يخرج له، وما كانش قدام صن ووكونج غير خيار واحد بس بالظبط، ايوه زي ما انت قلت كده، الشيت كود. راحت جوانين وحدفت سله من الخيزران في النهر، وبعد شويه خرجت السله دي تاني وكان جواها سمكه ذهبيه. وهنا بنكتشف ان السمكه الذهبيه دي هي الشيطان، وانها السمكه الاليفه بتاعه جوانين، وكسبت قوتها الخاصه عن طريق الاستماع للسوترا بتاعه جوانين نفسها. طب ما تلموا حيواناتكم يا جدعان. المهم بعدها تعرض عليهم سلحفه عظيمه اسمها دابان يوان انها تعدي بيهم النهر كشكر ليهم على انهم خلصوها من الشيطان اللي هو سمكه فعليه. وطلبت من الراهب تانج سانزانج انه يسال بوزا عن ميعاد تخلصه من الصدفه بتاعته وبلوغه الشكل البشري. المهم يعني بنكمل رحلتنا. الراهب تانج سانزانج امر صن ووكونج انه يلف المنطقه ويشوف الناس حواليهم، وصن ووكونج كان قلقان على سلامه الراهب واصحابه، فقرر انه يرسم دايره سحريه حواليهم تحميهم في غيابه، وقال لهم انهم ما يخرجوش من الدايره دي نهائيا لحد ما يرجع تاني. ومن يسمع بالقرود يا صاحبي، مين يسمع؟ طبعا ما سمعوش كلامه وخرجوا من الدايره ودخلوا بيت بالغلط، واللي اتضح انه بيت مين يا معلم؟ لا مش الشيت كود، لا بيت شيطان. الشيطان احتجزهم عنده، وبعدها بشويه صن ووكونج عرف اللي حصل لهم، وطبعا
راح ودارت معركة بينهم، وهنا الشيطان ده بيكشف عن أداة سحرية معاه قادرة إنها تسلب الأشخاص من أسلحتهم، وسلب صن ووكونج عصاية روي جينجو بان. وهنا صن ووكونج بيطلع للسماء ويطلب المساعدة من الجيوش السماوية علشان يهزموا الشيطان ده. وأول واحد وصل كان الأمير نيزها، السلاح بتاعه اتاخد وما عملش حاجة. بعدها وصل كيانات النار والسماء وبرضه ما عملوش أي حاجة. فصن ووكونج شمر كومه وقالك ما بديهاش بقى، حول نفسه لذبابة وتسلل للمقر بتاع الشيطان، وقدر إنه يسترد روي جينجو بانج تاني ويهرب لما الشياطين دول اكتشفوا أمره. وبعدها تدور معركة تاني بينه وبين الشيطان ده، والنتيجة نفس العلقة اللي فاتت، ما اتغيرش منها حرف، اتاخد منه سلاحه وهرب. وما كانش قدام صن ووكونج أي خيار نهائيا غير إنه يلجأ لمين؟ لا مش جوانين برضه المرة دي، لبوزا نفسه. راح لبوزا وطلب المساعدة، وبوزا بعت معاه 18 شخص هيتيا كده خدوا على عينهم برضه واتاخدت الأسلحة بتاعتهم. وال18 شخص دول قالوا لصن ووكونج إنه يروح للورد لاو، هو اللي ممكن يساعدهم. ولما راح صن ووكونج للورد لاو وشوف ازاي بقى اللي جاية دي، اللورد لاو اكتشف إن الجاموسة بتاعته مختفية بقالها فترة، فشك إنها بقت شيطانة. شوف ازاي. ولما راح هناك اكتشف فعلا إنها الجاموسة بتاعته، واستسلمت أول ما شافت السيد بتاعها. ما كل واحد عنده جاموسة يلمها. المهم صن ووكونج استعاد سلاحه والراهب والرجالة وكله بقى 100. وفيما بعد الفصول من 53 لحد 55 ما كانش فيها شيء مميز، فنتجاهلهم ونروح على طول للفصل 56. مجموعة من قطاع الطرق بتقدر انها تخطف الراهب تاني، وبعد كده ربطوه على شجرة، والمنظر ده ضايق صن ووكونج جدا ودخله في حالة عنف شديدة خليته يقتل 2 من قطاع الطرق دول، وبعدها يهرب الراهب تاني. وطبعا الراهب اتضايق جدا ان صن ووكونج رجع يقتل بشر تاني، وفضل يديله نفس المحاضرة بتاعت كل مرة لما صن ووكونج يقتل فيها البشر. وبعدها راحوا قعدوا في بيت راجل عجوز ومراته اللي اتضح انهم ابو وام واحد من قطاع الطرق دول، وقعدوا يقولوا لهم ان ابنهم مش متربي، واوقات كتير قوي بيمد ايده عليهم. وعلى الناحية التانية لما قطاع الطرق عرفوا ان الراهب وصاحبته قاعدين في البيت ده، جم وهجموا عليهم. وفي وقت ما كانوا بيهربوا صن ووكونج قتل قطاع الطرق دول، ومن بينهم كان ابن الراجل ومراته. وهنا الراهب تانج اتضايق اكتر واكتر من تصرفات صن ووكونج وانها رجعت عنيفة جدا تاني، وقرر انه يستخدم تعويذة عصبة الراس وبعدها ينفيه. هيرجعوا لي زي الكلاب تاني، زي الكلاب هيرجعوا. صن ووكونج بيقرر انه يروح لجوانين ويقعد عندها. وعلى الناحية التانية كانت تشو باجي رايح يجيب لهم مية، وقرر انه يريح له شوية حلوين كالعادة يعني. ولما بيتأخر بيروح له تشا وجينج، ووقتها بيظهر قرد غير صن ووكونج للراهب تانج ويضربه وياخد الأمتعة بتاعتهم. ولما تشو باجي وتشا وجينج يرجعوا للراهب يحكي لهم على اللي حصل، فبيسافر تشا وجينج لجبل الزهور والفواكه عشان يرجع الحاجة تاني من القرد اللي كانوا فاكرين انه صن ووكونج، بس ما بيقدروش عليه. فبيروحوا لجوانين عشان يبلغوها باللي حصل. بس لما بيروح لجوانين بيلاقي صن ووكونج هناك وبيعرف بالامر ده كله، فيسافر صن ووكونج معاه لجبل الزهور والفواكه، وبتبدا معركه بين صن ووكونج والقرد التاني اللي منتحل شخصيته. معركه استمرت لايام ما تمش تحديد مين المنتصر فيها، كانوا متساويين في كل حاجه تقريبا اذا كان قوه او قدرات. فقرروا انهم يلجأوا للسماء والكيانات اللي فوق عشان يقولوا مين فيهم صن ووكونج الحقيقي ومين المزيف، ومحدش نهائي عرف يفرق بينهم. حتى المرايه العاكسه للشياطين بتاعت اللورد لاو ما قدرتش تطلع الفرق بينهم. فقرروا انهم يروحوا لبوزا بنفسه اللي قدر يكتشف مين فيهم صن ووكونج الحقيقي، والشخص التاني كان اسمه لير ميهو تقريبا، ايا كان اسمه يعني، هو اسمه ترجمتها كده عربي قرد المكاك ذو الاذنين الست. المهم يعني صن ووكونج بيقرر انه يقتله ويرجع للراهب تانج سانزانج عادي جدا ويكمل الرحله. وفي تكملهم للرحله يقابلوا جبل هويان شان او جبل اللهب اللي سد عليهم الطريق. فبيقرر صن ووكونج انه يزور تي تشان جوانزو او اميره المروحه الحديديه عشان يستعير المروحه بتاعتها ويطفي اللهب ده عشان يقدروا يعدوا بامان. بس الاميره ما كانتش طايقه صن ووكونج ولا طايقه سيرته اصلا. ليه يا معلم؟ لان بمنتهى البساطه كده الاميره دي تبقى ام الطفل الشيطاني، وبمجرد ما صن ووكونج راح لها بدات معركه معاه واستخدمت المروحه بتاعتها وطيرته لالاف الاميال. بس صن ووكونج رجع تاني بسرعه وصغر نفسه ودخل جوه جسمها، واديني ضربات بقى يا معلم في الطحال والبنكرياس سببت لها الم شديد جدا، لحد ما قررت في النهايه انها توافق، ولكن ادته مروحه مزيفه. ولما راح صن ووكونج عشان يستعملها اكتشف ان ملهاش اي تاثير، فعرف ان المروحه اللي معاه دي مزيفه. فقرر صن ووكونج انه يستخدم علاقاته ويروح لجوزها شقيقه بالقسم ملك الشياطين السور نيو موانج اللي هو برضه ابو الطفل الشيطاني، يعني ما اختلفتش كتير، ما الاتنين مش طايقينك يا بني ادم. وكالعاده تبدا معركه بين الاتنين، وفي قلب المعركه دي بص بقى المشهد العبثي اللي جاي ده، معركه بين الملك القرد القوه
الكبيره جدا والملك الشيطان الصور، وفي وسط المعركه والدمار اللي بيحصل ده بيجي شخص رسول من شخص ما ايا كان مين هو يعني، ويقول لهم رايت يا جماعه معلش استوب بس المعركه اللي انتوا بتعملوها دي، فيوقفوا المعركه ويقول لملك شياطين الصور في دعوه جايه لك عشان حفله. فملك شياطين الصور يقول لسون وكونج معلش بقى بالصحاب هنأجل المعركه دي شويه عشان عندي حفله. وده اللي حصل بالحرف. نيو مونج ياخد الركوبه بتاعته ويروح للحفله وفوقيه سون وكونج بيراقبه. ولما دخل الحفله قرر سون وكونج انه يسرق الوحش اللي هو بيركبه ده ويغير شكله لشكل الملك الصور ويروح لبيت مراته وياخد منها المروحه. وعلى الناحيه الثانيه لما عرف نيو مونج ان سون وكونج عمل كده فضل يطارده، ولما يقرب من سون وكونج يغير شكله لشكل تشو باجي، وسون وكونج بكل امان يديله المروحه. ضحك عليك يا عبيط. وطبعا سون وكونج لما عرف اتضايق جدا. كالعاده بدات معركه كانت قويه جدا ومتساويه بين 2 اشقاء بالقصر، والمعركه استمرت لمده كبيره جدا لدرجه ان تشو باجي تدخل عشان يساعد سون وكونج. وفيما بعد دخل اللورد لاو والامير نيزها والجنود السماويين عشان برضه يساعدوا سون وكونج في المعركه اللي انتهت بالنهايه بفوز سون وكونج وهزيمه الملك الصور عشان يسلم المروحه لسون وكونج، ويستخدم سون وكونج المروحه دي ويطفي النيران بتاعه الجبل ويعدوا بامان لحد ما يوصلوا لمملكه جيساي جو او مملكه التضحيه. اول ما وصلوا هناك لاحظوا ان كل الرهبان البوذيين بيتعاملوا بقسوه شديده جدا، وعرفوا ان السبب هو اختفاء كنز من المملكه واللي كان شريره بوذيه. بس ايه هي الشريره دي؟ الشريره دي عباره عن لؤلؤه او كريستاله بتبقى موجوده من رماد جثث المعلمين الروحيين المحروقين. المهم يعني الشريره دي اتسرقت من معبد المملكه، والملك اتهم الرهبان البوذيين بسرقتها، والرهبان دول توسلوا للراهب تانج سانزانج عشان يساعدهم. وفي الليله دي دخل سون وكونج والراهب للمعبد، وهناك عرفوا ان اللي سرقوا الشريره دي كانوا شياطين وتابعين تحديدا يعني لنسيب ملك تنين جميع القديسين. سون وكونج خدهم وراح بيهم للملك وخلاهم يعترفوا قصاده، وبعدها يسافر سون وكونج وتشو باجي للبحيره اللي هي مكان الوحش ده ويطالبوه باعاده الشريره. وهنا يظهر لهم الوحش ده واللي كان وحش ب9 رؤوس اشبه كده بالهايدرا في الميثولوجيا الاغريقيه. وكالعاده تدور معركه بينهم، ومع اجتماع قوه سون وكونج وتشو باجي فما كانش قدام الوحش ده اي حل غير انه يهرب. وشوف الصدف يا اخي، بعدها يقابلوا ايرلانج شين لو انت فاكره اللي هو اخضع سون وكونج. قابلوه هو واخواته معديين ناحيه المنطقه وقرروا انهم يساعدوا سون وكونج وتشو باجي. المهم تشو باجي بيغري الوحش ده عشان يخرج من البحيره، واول ما يظهر يبدا ايرلانج شين في مهاجمته والكلب بتاعه يقطع راس من رؤوس الوحش ده، وتستمر المعركه شويه لحد ما يقدروا انهم يرجعوا الشريره تاني، ويهرب الوحش ابو 9 رؤوس او 8 دلوقتي للبحيره تاني. ومن ساعتها لم يشاهد هذا الوحش نهائيا، ورجعوا الشريره للمملكه تاني. وكالعادة بنكمل رحلتنا لمنطقة اسمها جينجي لينج، وهناك بيجي راجل عجوز ويخطف الراهب تانج، والراجل ده قال لهم انه كيان الارض المحلي. وبص عشان تبقى فاهم يعني الميثولوجيا الصينية فيها كيانات محلية وكيانات كبرى، عارف انت الدوري غير الدولي يا كابتن. المهم يعني الراجل ده قدم نفسه للراهب باسم تين ايت، ودعا الراهب تانج انه يقعد معاه هو ومجموعة من العواجيز يتناقشوا في الشعر والفلسفة البوذية والطاوية واي حاجة. وفي ظل الجلسة دي دخلت بنت اسمها تشينج شيان وبدأت تغري الراهب تانج، وهنا الراهب عرف الخطة اللي هم عاملينها عليه وبدأ يتضايق جدا. بس في اللحظة المناسبة وصلوا تلاميذه وخرجوه، وبعدها الراهب حكى لهم التجربة اللي حصلت له، والرجالة العواجيز دول رجعوا لأشكالهم الأصلية تاني، واللي بنعرف إنهم كانوا أرواح أشجار. وهنا تشو باجي بيقتلع الشجر ده من جذوره، وده لمنعهم من التسبب بأي مشكلة تاني قدام. وبيكملوا رحلتهم لحد ما يوصلوا لمملكة اسمها تشوزي جو، وهنا سون وكونج بعت تشو باجي عشان يشتروا لهم حاجات يعملوا بيها أكل. وطبعا كالعادة تشو باجي هيريح له شويتين 3 في المشوار ده، وبعدها بشوية يتعلق إعلان ملكي في مكان قريب من مكان إقامتهم، والإعلان ده كان عبارة عن مكافأة كبيرة جدا للشخص اللي هيقدر إنه يعالج مرض الملك. سون وكونج خد الإعلان ده وحطه في جيب تشو باجي، وبعد ما الإعلان بقى مع تشو باجي فهو بقى رسميا مسؤول عن علاج مرض الملك. مقلبه كده يعني لبسوا فيه سون وكونج، ولما راح تشو باجي للملك فضل يعيط لهم ويقول لهم إنه مش هو وإن في حد لبسه المقلب وكده. المهم يعني سون وكونج يتطوع إنه يعالج الملك ويطلع 3 خيوط
خدود ذهبيه ويطلب منهم انهم يربطوها في معصم الملك عشان يسمع النبض بتاعه ويحدد المرض. وبمجرد ما سان ووكونج سمع النبض بتاعه قدر انه يشخص مرضه على انه قلق شديد جدا واكتئاب. وهنا كلهم اعجبوا بمهارات سان ووكونج وطلبوا منه يعمل وصفه او دواء لعلاج مرض الملك. وفعلا بدا سان ووكونج انه يجمع مجموعه من التركيبات والمكونات الغريبه عشان يعمل حبه دواء وسماها اكسير الذهب الاسود. ونجحت الحبه دي في شفاء الملك. ومش كده وبس، لا، انبهارات سان ووكونج ما خلصتش على كده، ده قال للملك كمان ان سبب قلقه واكتئابه الشديد جدا ده كان بسبب ان ملك شيطاني خطف سيده القصر من 3 سنين. ومش كده وبس، لا، سان ووكونج بيضحي كمان، قال له انه هيساعده وهيرجعها له تاني. رجوله والله يا ابو القرود. المهم سان ووكونج يقتل واحد من اتباع الملك الشيطاني ده ويتنكر في شكله ويدخل للكهف بتاعه، وهناك يقابل سيده القصر. وبص بقى اسمها ايه، جين شين جونج نيانج تقريبا. بص انت اتحداك لو انت فاهم صيني ان انت تنطقه صح اصلا، ومتاكد ان انا قايله غلط برضه. المهم سان ووكونج قال لها هو مين وانه جاي عشان ينقذها. وبعدها سان ووكونج يعرف ان الملك الشيطاني ده عنده كنز اسمه اجراس الذهب الارجواني، وطبعا كنز وسلاح قوي جدا، فعين سان ووكونج تبتدي تلمع ويقول انه لازم يسرقه. وفعلا سرقه، وكان عنده فضول كبير جدا انه يجربه، بس ما كانش يعرف ان قوته كبيره جدا. بمجرد ما استخدمها وقعت من ايده من شده قوتها. وهنا سان ووكونج يسيبها ويهرب بسبب الفوضى الكبيره اللي عمله او اللي عملتها استخدامه ليها. وبعدها بشويه يرجع تاني، وكالعاده يعني المره دي اتنكر في شكل خادمه وبدل الكنز الاصلي بكنز مزيف. وطبعا الملك الشيطاني يقفشه وتحصل بينهم معركه. استمرت المعركه شويه حلوين لحد ما الملك الشيطاني قال لك لا بقى، انا معايا كنز كده كده هستخدمه وانهي المعركه دي. ولما راح جاب الكنز ده وجه يستخدمه لا مش شغال. فهنا سان ووكونج طلع له الكنز الاصلي واستخدمه. والملك الشيطاني ده كان على وشك الموت، ولكن تظهر الشيت كود جوانين، تظهر وتوقف القتال ده وتقول لسان ووكونج ان الملك الشيطاني ده كان الحصان بتاعها اصلا. ما تلموا حيواناتكم يا جدعان، ما مش شغلانه دي بقى بصراحه. المهم تاخد حصانها وسان ووكونج ياخد سيده القصر ويرجعها تاني. وبعدها سان ووكونج يلاحظ مجموعه من اتباع الشياطين عند تلال شيتولينج او تلال الاسد والجمال. متعرفش ازاي الاتنين جم مع بعض، ما معروف الجمال والدلال او الاسد انا لازم امسك لساني. المهم سان ووكونج يتنكر ويروح يعرف هم بيعملوا ايه او عايزين ايه او ايه دنيتهم. وهم بسم الله ما شاء الله قالوا له كل حاجه. قالوا له ان هم تابعين ل3 ملوك شياطين وانهم عايزين ياكلوا الراهب تانج ويهزموا سان ووكونج. وسان ووكونج بعد ما عرف كل حاجه قام قتلهم وغير شكله لشكل واحد منهم ويروح لكهف الشياطين دول. هناك يقابل اتباع تانيين، يقرر انه يقضي معاهم شويه وقت ويقعد يقول لهم شويه قصص مرعبه عن الراهب تانج والقوه الكبيره جدا لسان ووكونج وان ما حدش يقدر عليه في العالم ده كله اصلا. عارفين بوزا اللي هو الكبير ده، مره سان ووكونج قلعه جلابيه في قلب قصر اليشم وما قدرش يفتح بقه معاه. وطبعا الاتباع دول خافوا وهربوا. ودخل بعدها سان ووكونج للكهف ودارت المعركه بينه وبين ملوك الشياطين ال3 واللي كانوا اسد وفيل وطائر الرخ. وفي قلب المعركه دي يتحبس سان ووكونج في الكنز بتاع طائر الرخ واللي كانت مزهريه قويه جدا، اللي بيتحبس جواها بيدوب. بس لو انت فاكر فجوانين كانت ادت لسان ووكونج 3 شعرات وقالت له استخدمه لو كنت على وشك الموت. وفعلا سان ووكونج استخدم واحده منهم وبيخرج بره المزهريه وبيهرب. وبعدها يروح يجيب تشو بادجي ويرجع لهم تاني ونفس العلقه بالظبط، بس المره دي الاسد هو اللي بلع سان ووكونج. وتشو بادجي لما شاف كده هرب. ومعروفه طبعا سان ووكونج طالما جوه معده حد فيفضل بقى يلطش في الطحال والبنكرياس واي حاجه تيجي قصاده لحد ما في النهايه يخرجه. والمهم يعني من غير الدخول في تفاصيل كتير جدا عشان حصلت كذا معركه بينهم، انتهت في النهايه انهم قبضوا على الراهب وسان ووكونج والشله كلها وكانوا بيجهزوهم للطبخ. بس قدر سان ووكونج انه يهرب وما كانش قدامه اي حل غير انه يروح لبوزا. ولما ظهر بوزا استسلموا ملوك الشياطين دول على طول عشان يوصلوا بعد كده المملكه اسمها بيكيو جو. واول ما يوصلوا هناك يلاقوا اقفاص فيها حوالي 1000 طفل. وعرفوا بعدها ان في شيطان قدم بنته الجميله للملك وفيما بعد سحروا للملك ده لحد ما اصابه المرض. وبعدها الشيطان ده اللي كان متنكر في شكل طاوي قال له ان قلب 1111 طفل هم اللي هيعملوا اكسير لعلاجه. وطبعا امر الملك بتجميع الاطفال دول. وهنا سان ووكونج هرب الاطفال. ولما الاطفال دول هربوا الشيطان قال للملك ان قلب الراهب تانج سانزانج هيبقى احسن من قلوب الاطفال دول كلهم. وطبعا كلنا عارفين هو قال تانج سانزانج ليه، عشان لحمه اللي بيسبب الخلود للشياطين. المهم سان ووكونج غير شكله لشكل الراهب تانج وراح لهم على اساس انه الراهب. ولما راح هناك رجع لشكله الاصلي. وطبعا الشيطان وبنته اول ما شافوا سان ووكونج هربوا وفضل سان ووكونج يطاردهم. ولما كان على وشك قتلهم يظهر شو تشينج ويقول له ما تقتلوش، ده الغزال بتاعي. يا اولاد قلنا 100 مره لموا حيواناتكم، ما هي دي مش شغلانه، مش كل شويه تحصل لنا مشكله بسبب حيوان من حيواناتكم.
المهم بعدها صن وكونج كان بره والراهب تانج كان بيستريح في الغابه، فسمع صوت بيستغيث، ولما راح لقى بنت مدفون نصها في الارض وايديها مربوطه في شجره. وهنا كان وصل صن وكونج، واول ما شاف البنت دي عرف انها شيطانه بتستدرج الراهب، فصن وكونج قال له بلاش وسيبها. بس زي ما انت عارف يعني الراهب تانج ده راجل عبيط اصلا واي حد ممكن يضحك عليه، فخدوا البنت دي معاهم وراحوا لدير بوزي وطلبوا انهم يباتوا هناك. وفي وقت ما هم كانوا في الدير دول سمعوا اشاعه عن شيطانه بتاكل الرهبان في المنطقه دي، فقرر صن وكونج انه يحقق في الموضوع ده وحول نفسه لشكل راهب شاب وبدا يتجول في المنطقه. وهنا البنت الشيطانه دي راحت للراهب اللي هو طبعا صن وكونج وبدات تغويه، وكالعاده صن وكونج هاجمها، بس الشيطانه دي قدرت تخدع صن وكونج وتهرب منه، وبعدها ترجع للدير وتخطف الراهب تانج وتاخده للكهف بتاعها. وبعدها صن وكونج عرف من الكيانات المحليه مكان الكهف بتاعها، وخدت تشو باجي وتشاو جينج والحصان وراحوا لها. وهنا عرفوا ان الشيطانه دي عايزه تتجوز الراهب. والمهم يعني عشان الكام شابتر دول شبه قصص كتير اتكلمنا عنهم قبل كده، ففي الاخر يعني الشيطانه دي طلعت حيوان متحول تابع لنيزها. الواحد زهق من كتر الحيوانات المتحوله، ميثولوجيا الحيوانات المتحوله. على الناحية التانية كان في مملكة اسمها ميفا جو. ملك المملكة دي نظر انه يقتل 10,000 راهب بوذي، وكان قدر فعلا انه يقتل 9,996. وعلى حظهم العسل بقى وصلوا للمملكة، وهم كانوا كام يا معلم؟ 4. طبعا مش هنحسب الحصان، يعني كانوا هيقفلوا ال10,000 بالظبط. طبعا هم عرفوا بالموضوع ده فغيروا هدومهم ولبسوا قبعات عشان تداري القرعه بتاعه الرهبنه، ولقيوا مكان ينزلوا فيه. وعشان يبقوا مأمنين اكتر دخلوا جوه صندوق خشبي وناموا جواه. ولكن ييجوا قطاع الطرق ويسرقوا الصندوق الخشبي ده، لما لقوه تقيل جدا فافتكروا انه جواه كنوز. ولكن بيجي الحرس الملكي وقطاع الطرق دول بيسيبوا الصندوق ويهربوا. وتخيل يا اخي الحرس الملكي ياخد الصندوق ده فين بالظبط؟ قصر الملك. وفي وقت ما كان الكل نايم في القصر يقرر صن وكونج انه يخرج من الصندوق ويفكر ازاي ممكن يخرج من هنا. فتيجي في دماغه فكره يجيب عدد محترم جدا من شفرات الحلاقه ويدور الحلاقه في القصر كله. الملك والملكه والحراس وحتى الخدامين كلهم بقوا قرع. ولما صح الملك وشاف المنظر افتكر ان ده عقاب من السماء، فرجع عن افعاله وقرر انه بعد كده هيكرم الرهبان البوذيين ويعاملهم احسن معامله. وهوب هنا يطلع له صن وكونج والشله ويقولوا له احنا رهبان بوذيين، يلا بقى اكرمنا يا معلم. فيكرمهم الملك ويقرر انه يصدق على تصريح مرورهم ويعدوا من المملكه بسلام. وفيما بعد تنجح مجموعه من الشياطين عن طريق خدعه انهم يخطفوا الراهب تانج. ولما صن وكونج كالعاده يعني يعرف ان الراهب اتخطف يروح لمقر الشياطين دول، وهناك الشيطان يرميله راس راهب على الارض ويقول له خلاص الوقت عدى، هم اوريدي كلوا الراهب تانج. وهنا صن وكونج يدخل في موجة غضب شديدة جدا ويعمل مئات النسخ من نفسه ويبدأ مذبحة إبادة كاملة لكل الشياطين اللي في الكهف. واللي كان بيقدر يهرب كان بيهرب، وصن وكونج عمال يتوغل في الكهف أكتر وأكتر، واللي بيقابله بيبيده لحد ما في النهاية يوصل ويلاقي إن الراهب لسه عايش وإن الراس اللي رماها الشيطان دي كانت راس مزيفة. وفيما بعد صن وكونج وتشو باجي يولعوا في الكهف ده بالنار ويحرقوا باقي الشياطين، ويوصلوا بعد كده لمقاطعة اسمها فينج تشان جون أو مقاطعة فينيكس الخالدة. والمقاطعة دي كانت بتعاني من جفاف شديد جدا لمدة 3 سنين، وطلبوا منهم المساعدة، انتوا جماعة واصلين ومنكم للسما على طول، فيعني لو تقدروا ساعدونا وكده. فطلع صن وكونج للسما وعرف منهم ان الجفاف ده عقاب منهم للمنطقة بسبب حاكم المنطقة نفسه اللي كان بيسيء ليهم في الماضي. فنزل صن وكونج وقال له انه يتوب عن اللي عمله زمان وينضم ليهم في شلة البوذية وكده. وفعلا الملك عمل كده ورجع المطر والبهجة والسعادة والسرور والكلام ده كله. انا كان المفروض ما اقولش الشابتر ده، اصل عارف هيجي واحد في الكومنتات يقول لي انت كده بتشجع البوذية ومش عارف ايه. يا اسطى دي قصة بنحكيها، بوذية ما توجعش دماغي، دي قصة بنقولها للتسلية بس مش اكتر، عشان انا عارف نوعية الكومنتات اللي بتيجي. البوذية كمان مرة استريح اقولها لك كمان بوذية. المهم وصلوا بعدها لمقاطعة اسمها زهرة اليشم، والامير الاكبر للمقاطعة دي سمح لهم انهم يدخلوا بترحاب كبير جدا. وولاده الامراء ال3 الشباب شافوا تلاميذ الراهب ال3 واللي هم فعليا يعني وحوش وتحدوهم في معركة. وقدم صن وكونج وتشو باجي وتشاو جينج شو مبهر، استعراض كامل يا معلم، مهارات قتالية وقدرات سحرية واي حاجة، وخصوصا يعني ان القتال ده كان بالحب. وهنا الشباب ال3 دول اعجبوا بيهم وطلبوا انهم يكونوا تلاميذ ليهم. وفيما بعد صن وكونج وشلته ادوا الاسلحة ال3 بتاعتهم
بتاعتهم لحداد في المنطقة عشان يعمل نسخ خفيفة منهم للطلبة دول عشان يتعلموا بيهم وكده، ولكن قوة الأسلحة بتاعتهم تجذب واحد من الشياطين ليها ويسرقها ويهرب. وفي النهاية يعني عشان الأرك ده شبه أركات كتير حكيناها قبل كده، فصن وكونج وشلته دخلوا معاهم في شوية معارك لحد ما يجي شخص ليه سلطة عليهم ويرجع لهم الأسلحة تاني، عشان النوعية دي بتتكرر كتير في الأحداث. المهم نروح بعد كده المنطقة اسمها جينينج فو، وهناك كان في احتفال كبير جدا، فهم قرروا انهم يحضروا الاحتفال ده. وفي قلب الاحتفال ده تظهر 3 تماثيل لبوذا، وبمجرد ما بيظهروا صن وكونج يلاحظ ان ال3 تماثيل دول مزيفين ويطير ويبدا يهاجمهم. وفي الوقت ده تيجي مجموعة من الشياطين وتخطف الراهب تانج، فيبدا صن وكونج انه يطاردهم للكهف بتاعهم، وكالعادة تبدا معاهم معركة. وبسبب عددهم الكبير جدا ما قدرش انه يحاربهم لوحده، بس قدر انه يحدد الملوك ال3 بتوعهم، واللي كانوا 3 شياطين وحيد قرن. المهم يرجع ويجيب تشو باجي وتشاو جينج ويخشوا قتال ضد الشياطين ال3 دول، وكالعاده يعني تشو باجي وتشاو جينج يتهزموا. فيرجع صن وكونج ويطلب المساعده من القصر السماوي، وجه الدعم فعلا وقدروا انهم يقبضوا على الشياطين ال3 دول، وفيما بعد يتسلموا لمنطقه جينينج فو ويتم اعدامهم. نهايه جديده جدا اهي، شياطين فعلا ويطلعوا شياطين فعلا ويتم اعدامهم، مش حيوانات متحوله. دي فعلا يعني هنا الدنيا ابتدت تبقى كرييتيف اكتر. المهم هنعدي بعد كده كام شابتر لانهم كلهم نفس القصه، الشيطانه اللي عايزه تخطف او تاكل او اي حاجه مع الراهب تانج، لحد ما نوصل للشابتر 96 وخلاص بنقرب على النهايه. وصلوا المنزل الاقطاعي كو يوان واي. الراجل ده كان غني جدا وكان شغوف باكرام الرهبه البوذيين، وكان نادر انه يطعم 10,000 راهب بوذي. واخد بالك انت من التنويع؟ اللي فات كان عايز يقتل 10، ده كان عايز يطعم 10، والصدف برضو ان هو وصل 9996 وهم كانوا الاربعه اللي هيقفلوا ال 10,000. المهم لما وصلوا البيت الراجل دخلهم واكرمهم وقدم لهم وجبات واكل ومبيت وكل حاجه، ولما جم يمشوا الراجل كان بيحتفل انه تم ال 10,000، فجهز لهم موكب كبير جدا عشان يودعهم. وقد تعتقد ان الموضوع عدى بسلام كده وان مفيش خازوق هيطلع لهم في المرحله دي، ولكن يوسفنا اقول لك لا. يومها بالليل يجوا قطاع طرق لبيت السيد كو ويقتلوه ويسرقوا البيت بتاعه. وهنا مرات السيد كو اتضايقت جدا، احنا بعد كل الخير اللي احنا بنعمله ده وكرمنا مع الرهبان وفي الاخر تجيلنا احنا المأساة دي، قررت انها تزور التهمة وتتهم الراهب تانج سانزانج وتلاميذه انهم هم اللي عملوا كده. وعلى الناحية التانية كان الراهب تانج وتلاميذه قابلوا قطاع الطرق دول، وصن وكونج اجبرهم انهم يسيبوا الكنوز اللي سرقوها دول بدل ما يقتلهم، وخدوا الكنوز دول وقرروا يرجعوا بيها تاني لبيت السيد كو. وهم راجعين بقى يقابلهم السلطات بتاعه القريه، وهم كانوا معاهم يا معلم الكنوز، فكده التهمه كانت لابساهم. بس طبعا صن وكونج قدر انه يهرب بسهوله ووصل للعالم السفلي عشان يطلع السيد كو من هناك. وبعد ما خرج السيد كو ورجع للحياه طلع وقال الحقيقه وقال لهم انهم ما سرقوش ولا قتلوه ولا عملوا اي حاجه. واخيرا وبعد رحله طويله جدا يقدروا في النهايه انهم يوصلوا لجبل الروح ويوصلوا للدير الخاص ببوذا، واللي هو دير دالين سي او دير تصفيق الرعد. وعشان يوصلوا هناك كان لازم يعدوا بقارب ملوش قاع، ولما ركب الراهب تانج سانزانج القارب ده وقع بيه في الميه وبعدها خرج تاني. وهنا بنعرف ان الراهب تانج تخلص من بقاياه البشريه وبقى خالد. المهم وصلوا لمكتبه بوذا وخدوا السوترات اللي هي جمع السوترا، وهم خارجين ظهرت فجاه ايد من السماء وقطعت السوترا دي، عشان نكتشف في النهايه ان السوترا دي فاضيه فعليا. ايه السوترا في الرحله ولا ايه بالظبط؟ لا خالص يا معلم، رجعوا تاني وخدوا السوترا الحقيقيه عادي جدا. المهم وهم راجعين كانوا راكبين سحابه، فجوانين الشيت كود المحترم بتاعنا افتكرت قال ايه انهم لازم يعدوا ب 81 محنه عشان الحكمه تكتمل، وهم لسه ما كملوش ال 81 دول، فنزلتهم من على السحابه في قلب النهر. وهنا تظهر السلحفاه العظيمه لو انت فاكرها اللي عدت بيهم النهر المره اللي فاتت، قررت انها تتطوع وتعدي بيهم النهر تاني، وسالت الراهب تانج سانزانج اذا كان سال بوذا عن ميعاد تحوله ولا لا، بس الراهب تانج نسي. وطبعا السلحفاه وقعتهم في الميه، بس قدروا انهم ينقذوا الراهب والسوترا. ولما خرجوا للناحيه التانيه بدات عاصفه كبيره جدا وبرق ورعد وضباب ورياح وكل حاجه، واللي كانت عباره عن مجموعه من الاشباح الخفيه كانت بتحاول تسرق السوترا منهم. بس كالعاده يعني صن وكونج شجاع صنديد مقدام مغوار قدر انه يردحهم ويهزمهم، وبعدها يحط السوترا على صخره عشان تنشف، وبعدها يكملوا رحلتهم تاني. واخيرا رجعوا للشرق، وخرج الامبراطور لو انت فاكر يعني اللي هو عمل قسم اخوه مع الراهب تانج، خرج شخصيا عشان يستقبله، واحتفالات كبيره جدا وليله. وفيما بعد الراهب تانج سانزانج قرا السوترا قدام جمع كبير جدا، وفيما بعد راحوا للقاء بوذا تاني، بس المره دي كشكر ليهم على رحلتهم الكبيره
والعظيمة، كلهم اترقوا لمرتبة القديسين في السماء، والراهب تانك سانتانج وصن وكونج اترقوا لرتبة بوذا. وهنا هتنتهي قصة رحلة إلى الغرب أو رحلة ال100 شابتر. رحله كانت طويله، الفيديو ده اتصور على 3 ايام، بس الحقيقه يعني انا كنت مستمتع جدا بالفيديو، مستمتع جدا بالقصه، مش مستمتع في المونتاج غالبا، يعني انا مش عمري في حياتي ما استمتعت في المونتاج، بس المهم يعني انها كان فيديو يستحق المجهود اللي عليه. فالاسطمبه المعتاده كالعاده، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل لناس اكتر، تنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت رايك في الفيديو، اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديوهات جديده اول باول. بس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.